فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ذكر الله جل وعلا أحد من ناوى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوليد بن المغيرة، وهو من بني مخزوم، وبنو مخزوم منهم خالد بن الوليد ومنهم عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل ومنهم غير ذلك، وهم بطن رفيع في قريش، وكان بنو هاشم ينكحون كثيرا من بني مخزوم. والوليد بن المغيرة كان سيدا في قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث، وكان قد أسن، وقد مر معنا أنه هو الذي بدأ بنقض أحجار الكعبة لما عزمت قريش على هدمها، فلما رأت قريش أن شيئا لم يصبه أخذوا يهدمون البيت بعده. قال الله جل وعلا هنا ذرني ومن خلقت وحيدا. ومن خلقت وحيدا، كلمة وحيدا هذه يصح أن تكون حال من الفاعل أو من المفعول، فإذا قلنا حال من المفعول يصبح المعنى خلقته وحيدا لا أحد له ثم مننت عليه وأعطيته، أو تكون خلقت وحيدا أي أنا خلقته لوحدي لم يشاركني فيه أحد، لم ينازعني أحد في خلقه، فكما أنني خلقته وحيدا لوحدي فأنا أعذبه لوحدي وأتكفل بإرغامه لوحدي. هذا من معاني الآية. وقد قيل إن الله ما ذم أحدا من خلقه في كتابه كما ذم الوليد بن المغيرة، قال الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له، أي للوليد، وجعلت له مالا ممدودا. كان ماله ممدودا من مكة إلى الطائف، كان ماله ممدودا من مكة إلى الطائف، له مزارع وآبار وغيرها تدر عليه. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي من كثرة أبنائه لا يمكن أن تخلو ساحة داره من أبنائه، يشهدون معه غدوه ورواحه، سفره وإقامته، ومنهم خالد بن الوليد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، أي أعنته على الحياة بالكلية ويسرت له الأمور وأعنته على الظهور. ثم قال الله جل وعلا ثم يطمع أن أزيد، أي أزيده من نعمي وعطائي. قال ربنا كلا، ثم ذكر العلة، قال إنه كان لآياتنا عنيدا. التسليم يا أخي لأمر الله جل وعلا ولآياته، به ينال الإنسان المزيد من العطايا الإلهية. هذا هو المعنى الحقيقي للآية. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وأنت يقرأ عليك القرآن وتتلى عليك الآيات، فانظر أين مقامك من آيات ربك جل وعلا. الله يقول
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والله يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لا يمكن أن يكون حال هؤلاء كمن يكون عنيدا مع آيات الله لا يعبأ بها، يذكر بالله فلا يتذكر ويخوف بالله فلا يهاب ولا يخاف. فقال الله جل وعلا هنا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، وهو الذي قال في القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر كما سيأتي. قال الله جل وعلا سأصليه سقر، والسين للمستقبل القريب كما أن سوف للمستقبل البعيد، وسقر اسم من أسماء النار. ثم عظمها جل وعلا قال وما أدراك ما سقر، فهذا الأسلوب استفهام يراد به التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما سقر فجاء ببعض نعتها لا تبقي ولا تذر، بمعنى لا تبقي لحما ولا عظما، لا تبقي لحما ولا عظما، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر أي لبشرة الإنسان. ولهذا قال ربنا جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لواحة للبشر عليها أي على النار 19، وفي مقدمتهم مالك خازن النار. قبل ذلك بين الله جل وعلا السوءة التي تحملها الوليد. قال الله جل وعلا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر. لما سمع القرآن يتلى عليه أخذ يفكر ويقدر ماذا يقول في القرآن. إنه فكر وقدر فقتل أي لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر لشناعة ما قال ولبشاعة ما اتهم به النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر. والآن وجوه قريش كلها مشرئبة نحوه تنظر ماذا يقول هذا الذي أسن وبلغ فيهم المجد والسيادة في القرآن. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. عبس وبصر بمعنى قطب وجهه وتغيرت ملامحه، ثم عبس وبصر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر أي ينقله ساحر عن ساحر عن الأمم الغابرة والقرون الخالية. لكن هذا القول لا يشبع نهم قريش في أن يذم الوليد القرآن، وانتظروا أن يقول كلمة الفصل في القرآن. هم يريدون منه أن يفصح أنه ليس كلام الله. فقال إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فجعل الكلام الذي تكلم به الله حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ونزل به خير الملائكة جبرائيل على قلب خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليلة هي ليلة القدر. جعله كلام بشر يستطيع أن يقوله كل أحد. إن هذا إلا قول البشر. فلما قال إن هذا إلا قول البشر زادت قريش تعظيما له ومجدوه وبالغوا في إكرامه. قال الله جل وعلا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها أي على سقر 19 من الملائكة. والله أخبر أنه ما ذكر هذه العدة إلا فتنة، لأن أهل الكتاب يعلمون أن هذا منصوص عليه في التوراة، والمؤمنون يعلمونه علما أوليا ويزدادوا يقينا، وهؤلاء الكفار يزدادون فتنة وبعدا عن الدين.